السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة وحنتكلم فيها عن تلقيح أزهار الفول، وهل يتم تلقيح الأزهار يدويا أم لا. فطبعا قبل بداية حلقتنا أتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ أمامكم هذا الفول أخضر في مرحلة التزهير بالشكل هذا. وطبعا في ناس تسأل عن هل يتم تلقيح أزهار الفول في المرحلة هذه. طبعا السؤال هذا أغلبه يجي من المبتدئين في الزراعة، فإن شاء الله اليوم حنتكلم عن هل يتم تلقيح أزهار الفول أم لا. وطبعا تلقيح أزهار هو عبارة إنه إحنا نساعد الأزهار أو النبات حتى طبعا الأزهار تتلقح وطبعا تتحول لثمار. طبعا أزهار الفول أخضر ما بتحتاجش لتلقيح من الإنسان، أزهار الفول بتتلقح لحالها بدون تدخل الإنسان. طبعا في طرق عديدة لتلقيح الأزهار. طبعا أول طريقة هي بواسطة النحل، يعني في ناس بتجيب نحل وتقوم بنشرها في المكان المزروع فيه، وبالتالي النحل حيساهم في تلقيح الأزهار. طبعا النحل أفضل كائن لتلقيح الأزهار. وثاني حاجة طبعا الرياح، طبعا لو في رياح ممكن يساهم كذلك في تلقيح الأزهار، وبالتالي الأزهار هذه حتتحول لثمار. ولكن طبعا بالنسبة للبشر طبعا ممنوع أن احنا يعني نقوم بتلقيح كامل هذه الأزهار، لأنه طبعا صعب جدا، وخاصة بالنسبة للناس اللي زارعة في مكان كبير حتتلقح بدون تدخل الإنسان، وبالتالي احنا مش حنقوم بتلقيح الأزهار وحتتلقح لحالها طبعا بواسطة الرياح أو النحل. وطبعا بالنسبة للناس اللي بتسأل عن التلقيح وهل نقوم بتلقيح الأزهار، فإجابتي طبعا باختصار شديد هي لا. هنخلي النبات مثل ما هو، ولو في رياح أو في نحل إن شاء الله الأزهار حتتلقح. هذه الإجابة باختصار شديد. بالنسبة للناس اللي بتسأل عن تلقيح الفول، طبعا ما نقومش بتلقيح الفول، لأنه طبعا الفول بيتلقح بدون أي تدخل من الإنسان. وطبعا هذه الإجابة موجهة للناس المبتدئة في الزراعة اللي بتسأل عن التلقيح وهل يتم تلقيح نبات الفول أم لا. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.